القناة اللي بتخلي الفلك مش مجرد توقعات، لكن رسائل حقيقية تساعدك توازن حياتك وتفهم نفسك أكتر. لو أول مرة معانا ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. توقعات برج الميزان الأسبوع الأخير من أغسطس. الحب. يا ميزان، الأسبوع الأخير من أغسطس هيخليك تفكر بجدية في حياتك العاطفية. انت بطبعك بتحب التوازن والانسجام، لكن أوقات بتتردد في القرارات، وده اللي بيعمل لك لخبطة في مشاعرك. لو انت مرتبط هتحس انك محتاج تتكلم مع شريكك بصراحة عن حاجات مؤجلة أو مواضيع متجنب تفتحها. ممكن تكون بتفكر فيه، هو فينا العلاقة دي رايحة؟ هل فعلاً أنا واخد حقي في الاهتمام والحب؟ الكواكب بتنصحك بلاش تسكت، لأن السكوت هنا ممكن يخلق سوء تفاهم أكبر. اتكلم بهدوء وبأسلوبك الدبلوماسي اللي دايماً بيخلي الناس تسمع لك. أما لو أنت سنجل، الأسبوع ده بيحمل لك طاقة تعارف جديدة، يمكن عن طريق السوشيال ميديا أو تجمع بسيط. شخص هيشدك بأسلوبه وكلامه، بس لازم تفتكر إن الانبهار الأول مش كفاية. خليك صبور وخلي العلاقة تمشي واحدة واحدة. بلا عمل. في مجال العمل، برج الميزان هيلاقي نفسه واقف قدام قرارات مهمة. ممكن يوصلك عرض أو فرصة جديدة، بس هتلاقي نفسك محتار تختار الأمان ولا التجديد. الكواكب بتقولك ما تخافش من التغيير، لكن أعمل حسابك كويس. الأسبوع الأخير من أغسطس مناسب إنك تعيد ترتيب أوراقك وتشوف إيه اللي ينفعك على المدى الطويل. لو في خلاف أو سوء تفاهم في الشغل، أنت عندك قدرة دبلوماسية قوية إنك تحله. استغلها، لأن الكلمة الطيبة منك هتفرق جداً. أما لو أنت سنجل، الأسبوع ده بيحمل لك طاقة تعارف جديدة،